السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم حلويات وشهيوات سعاد من ضمن وصفات شهر رمضان بإذن الله. بغيت نشارك معكم هاد المسمنة البنات اللي زوينين بزاف بزاف، كيحمقوا مقرمشين بواحد الطريقة خيالية بعجينة سحرية ما فيهاش المقادير بزاف. سمعوا معايا القرمشة البنات، ما شاء الله على القرمشة، كيجيو مورقين بواحد الطريقه يا البنات زوينه بحال ورقه البسطيله واحسن من ورقه البسطيله، يعني غتستغناي عليها تماما البنات والله العظيم. الا شوفوا معايا كي مورقين ومنين كتحليهم كتحسي بواحد التراق اللي زوين بزاف. كلهم البنات كيجيو مورقين ولذاذ بزاف بزاف بهاد الحشوه بكل صراحه. يعني عجينه اقتصاديه لاقصى درجه ما شاء الله، نص كيلو كتخرج لك حتى ل 39 حبه. بسم الله غنبدا على بركه الله. اول حاجه غادي نستعملوها هنايا هي 5 د الكيسان عنبه ديال الفورس وكاس ديال الفينو، كنغربلهم وكندير واحد الساشيه حمراء ديال الخميره الحمراء من وزن 8 غرام، كندير معلقه كبيره د السكر سنيده وثلاثه د المعالق كبارين ديال الخل. وهنايا بطبيعه الحال كتعجنوا غير بما بارد البنات، ما تنساوش الملحه القياس ديالكم غير الماء البارد، وكنعجنوها مزيان مزيان. يعني ها كنجمعوا العجينه ما كندلكوهاش البنات، يعني غير كنجمعوا العجينه مزيان حتى ما كينسجموا كامل المكونات اللي عندنا، وكنديروها هكايا على شكل كره وكنخلوها في الاناء وكنديروا لها البابي سلوفان وكنخلوها حتى كترتاح مزيان مزيان، يعني لاقصى درجه عندكم يا 4 سوايع يا 3 سوايع حتى لساعتين ولا ساعه المكانه البنات. هنا غنتقلوا الحشوه اللي غنحتاجوا فيها بصله كبيره مشلضه، 2 فلافل خضرين مشلضين، الكفته على حساب المتوفر عندكم. عندي البزار والخرقوم والملحه القزبور والمعدنوس و2 معالق صغار ديال المطيشه ديال الحك او المركز الطماطم. عندي 2 دروس ضوء محكوكين، زيت العود وزيت السيور، وما نساوش الشعيريه الصينيه. وبطبيعه الحال كتكون الكميه اختياريه، تقدروا تستغناو عليها حتى هي. هنايا فوق البوطه كندير الفلافل والبصله والثومه والزيت البلديه والروميه، كنديروهم فوق البوطه حتى كيتشحر لينا هاد المكونات مزيان مزيان، كطيب البصله وكطيب الفلفله مزيان، يعني حتى كيولوا يعني الشكل ديالهم مغاير تماما على الشكل ديالهم العادي. كيطيبوا مزيان البنات، كنأكد انها الحشوه كطيب مزيان. عاد كنزيد الكفته على حسب المتوفر. هنا تقدروا ديروا لادان حتى هو يا البنات كيجي زوين. اي حاجه بغيتو ديروها كديروها في الحشوه. كديروا مركز الطماطم القزبر والمعدنوس العطريه اللي منها البزار والخرقوم والملحه، وكنشحروا هاد المكونات مزيان كذلك حتى كيتزيد طيب الكفته. عاد كنزيد الشعيريه الصينيه وكنبدا نحرك فيها باش تنسجم ليا وتشرب ليا من لاصوص مزيان. وها هي الحشوه ديالي واجده وبالصحه والراحه. هنا غننتقلوا للعجينه البنات اللي خليتها تقريبا 3 سوايع ديال المكانه. شوفوا معايا كيفاش كتجي سهله في الخدمه. في سطح العمل كندهنوا يدينا بالزيت، وكندهنوا في سطح العمل حتى هو بالزيت ولا بشي بلاطو هكايا، وكنديرهم كويرات اللي هما صغارين على هذا الشكل. ما شاء الله كيخرجوا حتى 39 حبه البنات، وإلا زدتو صغرتوهم كيعطوكم كتر. هنايا بطبيعه الحال كنورق في الاول غير بالزيت البنات، يعني هنا مباشره ما كنخلوهمش يرتاحوا. كنبداو بالاولى كورتها هنايا صافي، كنبدا نحلها بالزيت وكنورق بالزبده. كنأكد على هذه العمليه هذه تكون لحقاش ضروريه الا بغيتو يجيكم مقرمشين يجيكم مورقين وبحال ورقه البسطيله، يعني كتجيكم مفرته ومقرمشه بحال كما جاوني انايا في الفيديو كما شفتوا. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكملهم كامل. بطبيعه الحال كندوزو المرحله المواليه لهاد المرحله هذه اللي هي باش غادي نعمروا الحشوه. الطريقه سهله جدا البنات، وصراحه هذه الطريقه باش خدمت معكم كتسهل المأموريه، يعني كتخدمي كل حاجه هي الاولى يعني خطوه بخطوه. من بعد البنات راه الحشوه ضروري كتبرد باش ما تقطعش لكم العجينه ديال المسمن. كنديروا واحد المعلقه وشويه، يعني على حساب نتوما الرغبه ديالكم وعلى حساب الحشوه اللي درتو. انايا هاد الطريقه هي اللي غادي ندير معكم، سهله بزاف وكيجوا راقيين في المنظر ديالهم. كندير الحشوه وشويه د الفرماج، حيت ديجا انا ما خلطتش الفرماج مع الحشوه. تقدروا تخلطوا الفرماج كامل مع الحشوه وتحيدوا عليكم هاد المرحله هذه.
صافي بعد ما هكا كنهزها وكنقادها هكايا في الجناب باش ما كيجونيش محلولين. بهذه الطريقه هذه كندير فيهم بحال هكايا شي ظرف ولا بريه باش كيجيني الشكل ديالهم زوين بزاف. صافي كنستمر بنفس الطريقه البنات، خليكم مع الفيديو. هنا بعد ما كملتهم كلشي دوك الحبات اللي عندي ديال المسمن شكلتهم على هذا الشكل. كنهز جوج الصفار ديال البيض، كندير معاهم شويه ديال الابيض، كنخلطهم مزيان وكندهن بهم هاد المسمنات. كنصحكم البنات يعني غير كنصائح بالنسبه للبنات اللي مازال ما عارفينش، وياكم دهنوهم بيضه كامله حيتاش غادي يوليو عندكم في الشكل ديالهم خايبين. صافي بعد ما دخلتهم بطبيعه الحال الفران وكنطيبوهم من التحت عاد كنشعلوا عليهم الفوق، كيجيو على هذا الشكل هذا يا البنات، اللي كيجي الشكل صراحه زوين بزاف بزاف في المنظر ولا في المذاق ولا في الطياب، كيجو واعرين. من الاحسن تكون العافيه اللي هي مهيله باش يجيكم مقرمشين وطايبين مزيان. صراحه واحد القرمشه فيهم البنات راه ما شاء الله كيتفرتتوا بحال الورقه ديال البسطيله. اسمعوا معايا، بغيتكم الصراحه تجربوهم وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. وكيف العاده الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجوني مع الاحباب والاهل والاصدقاء باش تعم الفائده، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم. وشكرا لكم على مشاهده الفيديو الى الاخير، ونتلاقاو فيديو جديد باذن الله.